أهلا بكم في قناة أنس أوفيس الإخبارية. أكد الفنان البشير عبدو صحة ما نشر حول المواجهة بين ابنه سعد المجرد وبين المدعي لورا بريمول أمس الجمعة، حيث كشف البشير أن سبب غيابه هو والفنان نزهة الركراكي عن الجلسة هو عدم علمهما بها إلا قبيل ذلك بيومين، وهو ما أكده بالنسبة لمساعدة ابنه سعد في أعماله الإدارية الفنية غيثة التي بدورها لم تعلم بتاريخ انعقاد الجلسة، حيث قال: نعم، يوم 3 مارس تمت جلسة المواجهة بين سعد ولورا المشتكية، ولو أننا لم نكن نعلم بهذه الجلسة لنحن والديه ولا حتى غيث مساعدته في أعماله الإدارية الفنية إلى حين اقتربت بيوم أو يومين ولم نكن متأكدين. ونفي والد سعد لمجرد أن يكون القاضي قد أصدر قراره الأخير قائلا: لم تصدر النتيجة بعد ونحن وإياكم في انتظارها، لا نعلم متى، لكن راجين من الله سبحانه أن تكون الأخبار جيدة. وطلب عبدو من خلال رسالة وجهها لمتابع قضية ابنه على الفيسبوك دعاء له بالفرج القريب قائلا: نحن دائما في أمس الحاجة للمزيد من دعواتكم بالفرج القريب إن شاء الله، ليعود لنا ولكم على خير بإذن الله. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس، يوتيوب، فيسبوك وتويتر.